بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم متابعيني الغاليين. النهارده هنعمل فراخ محشية، بس هنضحك عليهم بطريقة يعني كده يعني احنا هنقول الفراخ محشية، بس احنا هنشوف هنحشيها ازاي. تمام. حبايبي، لو وصلنا لحد هنا وقبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة، وشكرا يا حبايبي. هنا معانا بصلتين. تمام. هنخرط البصل. هو المفروض الفراخ دي تتبل قبلها بيوم. انا تبلتها قبلها بساعتين بصراحة، لان يعني فوجئت ان هم طلبوا الاكلة دي. فهنا هنقطع بصل. يا ريت تحطيه في الكبة كمان او تبشريه يكون احسن. انا هنا عملته مقطع يعني. كسلت اطلع الكبة بصراحة فقلت اخرطه انا. تمام. بس هو يستحسن يعني لو مبشور او متقطع في الكبة. بصلتين هنقطعهم. معانا 5 فصوص توم. احنا كده لسه هنتبل الفراخ، يعني كده لسه قبل ما اسويها بحوالي ساعتين. هنقطع كل ده ونقطع عليه كمية توم، نبهر الحاجات دي كلها. مش بنحط حاجات كتير يا جماعة. هو الحمام او الفراخ او حشوة دي بتحب انا بعملها ني في ني. انا مش بحمر كبد، مش بحمر قوانص. بعمل كله ني في ني. هوريكم طريقتي دي، يا ريت تجربوها بس وتقولوا لي هتعجبكم ولا لا. ان انا مش بشوف حد كتير بيعملها، او مش بشوف حد خالص بيعمل الطريقه دي بصراحه يعني. هنا 4 فصوص توم او 5 فصوص توم. يعني ما ركزتش بصراحه في التتبيله. فهنعمل ايه؟ ملح. وناخد بالنا واحنا بنعمل الرز ان في ملح في التتبيله دي. فلفل اسمر. الفراخ المحشيه او الحمام بيحب قوي الفلفل الاسمر والثوم يا جماعه. فالحشوه دي بتحب قوي الثوم والفلفل الاسمر. تمام. نشمر كده بقى. دي رشه جوز الطيب بحبها قوي في الحشوه دي. نشمر ايدينا بقى ونقعد ايه، يعني نستعين على الشقه بالله كده وندعك البصله دي دعكه حلوه يعني لحد ما تنزل ميتها وتدبل، علشان لما تستوي ما تبقاش نيه كده. انا قلت لكم ان هي مفروض تتبشر او تتقطع في الكب عشان يبقى سهل تطلع ميتها يعني. احنا هندعكها بقى، بدل احنا ما دعكناهاش ما طحناهاش في الكبه، فهندعكها كده دعكه حلوه بالملح والفلفل ووسط الطيب والثوم لحد ما تنزل ميتها خالص. هنبتدي بقى ايه، نحشي الفراخ دي ونركنها معانا ساعتين لحد ما هي الفراخ مش كبيرة. ويا ريت يا ريت تكون الفراخ محطوطة أصلا في الفريزر. يعني ما تجيبيش الفراخ اللي هي لسه طازة من الفرارجي وتعمليها في الوصفة دي أو في أي وصفة فراخ بصراحة، لأن الفراخ لما بتيجي من عند الفرارجي مهما سويتيها هي بتتهري وتفصل من بعضها، ولسه بتبقى الصدر بتاعها ني كده وبيشد. فانت حاولي الحاجات بتاعتك دي تجيبيها بالأسبوع أو بالشهر. يا ريت لما تيجي تعمليها تكوني مطلعاها اصلا من الفريزر. تمام. احنا معانا واحده صغيره وواحده كبيره هنا. تمام. احنا ما خدناش بالنا يعني واحنا بنطلع ان هما يبقوا مقاس بعض. هو طبعا ما ينفعش الكبير قوي في الوصفه دي عشان الفرن، ان هي بتستوي في الاول وفي الاخر في الفرن يعني. تمام يا حبايبي. بفكركم بالاشتراك واللايك والشير يا حبايبي. هنا خلاص احنا تبلناها. هسيبها مع نفسها تاخد وتدي مع نفسها كده ساعتين 3 بقى 4. يا ريت تبيتيها في التتبيلة دي، بتدي طعم أجمل طبعا. بس هي طلعت طعمها جميل الحمد لله. وهنروح نعمل الكبد والقوانص. أنا غسلاها غسلة حلوة قوي. آه. تمام. معانا الكبد والقوانص كمية مش كبيرة. أنا عادة بحط أكتر من كده، بس لقيت الكمية اللي جات لي مش كبيرة. انا هوريكم بقى. انا من الناس الفاشله اللي ما بتعرفش تستعمل بلانشا. ما بعرفش استعمل بلانشا خالص يعني. ممكن اقطع صوابعي. انما لو حاجه بتتقطع كبيره يعني سبانخ او كده ممكن ماشي ماشي الحال يعني.
هنا بوريكي ممكن تقطعي، لان القوانص بتبقى جامده، ولازم علشان تستوي كويس ما تاخدش سوا نقطعها رفيعه جدا. فهنا معانا انا وريتكم ان انت ممكن تقطعيها بالسكينه، بس لو يا ريت لو السكينه حاميه، بس هي في الاخر السكينه بقى بتشرشر الصوبع كده وتعور. فاحنا ايه، نستسهل بمقص كبير وحامي كده، ونقطع كميه القوانص اللي معانا. مش هنشوح حاجه يا جماعه، هنحط كله ني في ني. وجربوا الطريقه دي، والله طريقه عالميه. انا ما فيش حد كان عندي حمام بالحشوه دي او فراخ بالحشوه دي الا وقال ان هو عمره ما كلها في حته يعني. فجربوا بس وقولوا لي يا جماعه، لو وحش قولوا لي، ادخلوا اتخانقوا معايا. لو حلوه ادخلوا قولوا لي تسلم ايدك. تمام، بس جربوها، اسهل، ولا تشوحي ولا تعملي. ان انا زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو الحمام، ان انا جربت ان انا اشوحه، ما عجبهمش خالص. حتى جوزي قال لي انتي بتعمليه تحفه، ليه تروحي تجربي؟ يعني قلت التجربه برضو، يعني الواحد بيحب يجرب. بس فعلا ما عجبتنيش، حسيت ان الرز ملزق كده وبايش يعني. خلاص احنا هنا اهو قطعنا كل الكميه مش كبيره زي ما قلت لكم. هنشطفها شطفه كده ونحطها في المصفى تتصفى شويه. ومعانا هنا هنعمل بقى ايه، بصله الرز او الرز ده عامه يعني. هنقطع بصله، يا ريت برضو تكون رفيعه، مش كبيره. ويا ريت يا جماعه ناخد بالنا واحنا بنحط ميه الرز ما نحطهاش زي الرز العادي. ليه بقى؟ هقول لكم. الرز ده بيبقى فيه بصل ني زي ما انتوا شايفين اهو. فالبصل ده بينزل ميه، نفس فكره ان انت لما تعملي محشي ني في ني، او ان انت تعمليه متسبك، بتبقى كميه الميه مختلفه طبعا. هنا هنقطع البصل، والبصل هينزل ميه، الكبد والقوانص برضو هتنزل ميه. فيا ريت واحنا بنحط العقد بتاع الرز او ميه الرز ما تبقاش كتيره. تمام، هنا غسلنا الكبد والقوانص شطفه حلوه بعد ما اتخرطت. هنحطها على البصله. توم برضو اساسي، توم في الحشوه بتاعت الفراخ او الحمام اساسي. والفلفل الاسمر الكتير اساسي. عندك شطه حطي، هو بيحب الحشوه دي تبقى حاميه. تمام، لحد كده حلو. يا مسهل الحال يا رب. رشه جوز الطيب للناس اللي بتستعملها، يعني اللي مش بيستعملها خلاص. تمام، ومعانا مكعب مرقه. انا حابه ان انا اضيف يعني مكعب مرقه، بيدي طعم حلو قوي للرز. الملح ناخد بالنا ان احنا حاطين ملح في التتبيله بتاعه الفراخ بره، انا بقول لكم اهو ناخد بالنا. ففي الاخر خالص يعني معلش تدوقي كده على طرف لسانك يعني، وتغسلي بقك كويس ان الحاجه دي لسه ما استوتش طبعا. تمام، معانا يبقى حطينا جوز الطيب، حطينا لسه ما حطيناش جوز الطيب هنا. حطينا ملح، حطينا فلفل. انا مش مركزه، مش عارفه ليه. تمام، هنحط معلقه سمنه حلوه كده برضو في الرز. وهنكمل زيت. تمام، مكعب المرقه ده هو طالع من التلاجة فتحسوه ناشف، فاحنا هنبشره بالسكينه كده. اقولك على طريقه تانية حلوه علشان ما تحطوهوش في الاكل كده، لو الاكل نواشف يعني ممكن بيركن في حته، بيجي في طعم بق يعني، بيجي من نصيب حد يجي في بقه كده طعمه بيبقى غريب على الاكله كلها. فانت ممكن تجيبي فنجان ميه مغليه وتدوبي فيه المكعب او المكعبين اللي انت هتستعمليهم، وتحطيه مكعب فنجان ميه، مش هيأثر يعني في الوصفه. يعني أنا لو حطيت هنا شويه ميه مش هتأثر. تمام يا جماعه، لحد هنا وكويس الحمد لله. نحط بقى الثوم. يبقى كده احنا حطينا ملح وفلفل اسمر، جوز الطيب، مكعب مرقه وتوم. وزي ما قلنا قبل كده الحشوه بتاعت الفراخ او الحمام بتحب التوم والفلفل الاسمر كتير، ويا حبذا لو في شويه شطه. شويه شطه تكون انتي اللي طحناها في البيت يعني، لان انا بحس ان الشطه اللي بره دي فيها لون، بتغير لون الاكل. تمام، الشطه القرون دي بتجيبيها انتي وتطحنيها، البسي كمامه كده وحاولي تطحنيها وتبقي ضامنه ان هي معلهاش الوان ولا عليها اي حاجه. تمام،
انا بس يا جماعة عايزاكم تشوفوا الفيديو لاخره، تشوفوا التريكات دي كلها وتمشوا على الخطوات دي، وان شاء الله النتيجة هتطلع معاكم حلوة جدا. هنا انا غسلت الرز، هنا طبعا لان مفيش حاجة جنبه غير بطاطس محمرة، فانا عاملة 3 كوبايات رز. تمام. ادي اهو يا جماعة، هنقلب الخليط ده كله مع بعضه. حابة تركنيه شوية مش هتفرق يعني، الرز عادي. هو رز الحمام المفروض بيبقى طري شوية يعني، لأنه هو لما أو أنا كل شوية أقول لكم الحمام، لأن الخلطة دي أنا بعملها للحمام برضو. بس أنا علشان بحشيها للحمام وبسلقه بيها. لكن هنا أنا أوريكم بقى إن إحنا ضحكنا على الناس اللي هنا. أقول لكم ليه بقى، لأن دايما لما أحط أحشي الفراخ رز زي ما هو ني كده وأحطها في الشواية، كل ما تلف تتقطع وتقع والرز يقع. تمام، اجي اسلقها في الشوربة الاقي برضو الرز دخلت فيه شوربة وباش، يا اما بيقع في الشوربة. فقلنا لا، نعمل الطريقة دي وهم ايه يعني حاسين بحاجة. هم كلوا خلاص ان الرز جاهز محطوط جوه الفراخ وخلاص. فاحنا هنضحك عليهم كده بس مش هنضحك عليكم انتوا. عشان تعملوا الطريقة دي. تمام. هنا معايا الفراخ طالعة من الفريزر زي ما قلت لكم. هنكتفها كده. معانا الحوامل دي، معكيش الحوامل دي، ازايز الحاجة الساقعة تمليها مية بس عشان ما تفرقعش. تمليها مية وتحطيها بنفس الطريقة دي. خلاص. ازايز المية مجربينها يا جماعة من زمان، من سنين يعني، ما بتعملش حاجة. ازايز سوري مش المية، لا تروحوا تحطوا ازايز المية البلاستيك. ازايز الحاجات الساقعة اللي هي الصغيرة دي. تمام. هندلق بقى الكمية دي. نحط شوية مية في الصينية. ليه شوية المية دي؟ اولا عشان الصينية ما تتحرقش، ثانيا علشان المية تدي طراوة للفرخة ما تتحرقش مننا. تمام. نحط مية، وهنحط مية شوية بشوية عشان المية بس ما توصلش للحمام كده. برضو حمام. عشان المية ما توصلش للفراخ، فالجزء اللي تحت ما يتحمرش. هي بس عشان الراجل فاتح فتحتهم كبيرة فنزلوا قوي جوه الحاجة اللي احنا حطينا، الستاند اللي احنا حطيناها دي. نغطي الحتة دي بس عشان ما تتحرقش. انا سايبة الجلدة بتاعت الزور ما قصيتهوش. تمام. هنا اهو حلة الومنيوم يا جماعة. اقول لكم ليه حلة الومنيوم بقى؟ ان الرز ده سهل ان هو يشيط، لان فيه كبد وقوانص وبصل وكده، فسهل ان هو يشيط. فاحنا هنحط في حلة الومنيوم، لا مش بتخلي الرز يشيط بالسرعة دي، وعلشان هنوطي عليه كمان. تمام. هنا الرز معانا اهو. هنقلبه تقليبه حلوه وننزل عليه بشويه زيت حلوين كده، ان احنا حاطين سمنه اهو. بصوا كميه الميه اللي انا حطيتها دي مش عايزه اكتر منها. زي ما قلت لكم البصل هينزل ميه، الكبد والقوانص هتنزل ميه اهي. بصوا مش اكتر من كده. اللون ده طبعا لون الكبد، احنا غاسلين الحاجه كويس. حط زيت، نشوف كده على طرف لساننا الملح مظبوط، الدنيا مظبوطه، يبقى خلاص تمام كده. ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم جدا. اهي جوه الفرن هنا حطيتها بالشكل ده، ومولعه المروحه، وادي الرز على النار اهو. اول ما يغلي بس نوطي عليه. معانا هنا شويه سوداني، وهنا بطاطس بنحمرها. ده شويه سوداني هنحمره في حته سمنه بلدي. تمام. ياخد تقليبه كده تقليبتين، وننزل عليه بشويه زبيب. الزبيب يا جماعه المفروض يكون منقوع في ميه ونصفيه، بس انا علشان نسيت انقعه حطيته على طول كده يعني، وما ضرنيش في حاجة يعني، بس لما منقوع بينفش كده ويبقى حلو. ادي اهو بقى. شفتوا بقى التركاية بقى اللي هضحك بيها عليهم؟ ان احنا هنحشي الفراخ بالرز بعد ما استوى. هم عايزين فراخ محشية اهي يا جماعة، فراخ محشية. احنا عملنا ايه زيادة؟ فراخ محشية اهي. على الاقل ضمننا ان الرز مستوي وطعمه حلو. يلا. ادي على فكرة المحلات بتعملها كده يعني، المحلات مش هتحطها لك في الشواية برزها، مش هيستوي طبعا. ادي خلاص اهو. الناس هتاكل ومش عارفين هم
الرز كده محشي ولا، لان انا ليا حوادث كتير في الموضوع ده يا جماعه. زي ما قلت لكم ممكن الشوايه وهي بتقلب تقوم موقع الرز وهو بيتسلق يبوش او يقع في الشوربه. فكده اضمن واحلى ان احنا عملناه بالطريقه دي، والمحلات بتعمله بالطريقه دي. تمام، هندخل بقى نحشي دي ونحشي دي ان شاء الله. يا رب تجربوا الطريقه، جربوا الحشوه دي كده ني في ني، ولا تشوحي ولا حاجه. بتطلع تحفه. انت غاسله حاجتك كويس، مفيش طعم وحش، مفيش ريحه وحشه، الحاجه بتبقى جميله جدا ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوه، وقولوا لي يا جماعه عجبكم ما عجبكوش، قولوا لي برضه، قولوا لي تسلم ايدك كده ولا حاجه. اتفضل. ايوه اتفضل. تمام. حد بيخبط عليا. تمام. وادي الشكل النهائي. هنرش عليه شوية السوداني والزبيب كده بنفس الطريقة دي. شوية البطاطس المحمرة. تمام. الحاجات دي بس بتدي شكل، احنا كده كده هنحط الحاجات دي جنبها. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوها بنفس الطريقة دي. وده الباقي دوت، حابة تضيفي زيادة ضيفي. ادي الشكل النهائي اهو. شكرا يا جماعة، والسلام عليكم.